تم الانتهاء من طباعة كتاب النحو في لغة الطوارق دراسة ومقارنة للكاتب ماني شاوي البكاي رحمه الله. الحمد لله الذي يسر البدايات وأكمل النهايات وبلغنا الغايات بفضل الله وتوفيقه. يسرنا أن نعلن عن الانتهاء من طباعة كتاب النحو في لغة الطوارق دراسة ومقارنة، الذي يعد مرجعا مهما لكل المهتمين بدراسة اللغة الترقية وفهم بنيتها النحوية. يهدف هذا الكتاب إلى تقديم شرح وافي لقواعد النحو الترقي بأسلوب علمي مبسط يجمع بين الأصالة اللغوية والدقة الأكاديمية، مما يجعله إضافة قيمة للمكتبة اللغوية. نأمل أن يسهم هذا العمل في حفظ ونشر اللغة الترقية وتعزيز الوعي بها لدى الباحثين والمهتمين باللغات، وراجين أن يكون هذا الكتاب عونا لكل من يسعى إلى تعلم وفهم لغة الطوارق العريقة. المؤلف ماني شاوي البكاي ماهن، من مواليد غداماس 1945 ميلادية، قبيلة فوغاس طوارق آوال. درس المرحلة الابتدائية والإعدادية بمدارس غداماس، التحق بمعهد المعلمين بجادو سنة 1965 ولم يكمل دراسته. عين سنة 1967 موظفا في سلك المملكة الليبية إلى أن وصل سن التقاعد. تم اختياره رئيسا لمجلس الشورى والحكماء بأول سنة 2013 ميلادية. انتقل إلى رحمته الله تعالى بتاريخ 23 جانفي 2021 ووري الثرى ببلدية آوال. نشاطاته الأدبية: له بحث تاريخي غير منشور بعنوان نبذة مختصرة عن قبائل طوارق أشجر. درس لعدة سنوات تحرير جريدة موسمية تحمل اسم أشجر، كانت تصدر عن المهرجان الدولي لمدينة غداماس. له مواضيع تاريخية تتعلق بشؤون الطوارق نشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي. هو أحد الأعضاء المؤسسين لنادي المهاري بغداماس، وأيضا أحد الأعضاء المؤسسين لفرقة تنغرت بغداماس. له محاولات شعرية في الشعر الفصيح، منها ما نشر في بعض الجرائد المحلية الليبية. تحصل على العديد من الجوائز تقدير من عدة قطاعات ومؤسسات.